الطريق من الإسكندرية كثيرا ما يتخطى الساعتين والنصف أو الثلاث ساعات على حسب حالة الطقس والطريق، لكنها المرة الأولى التي يضرب فيها رضا أبو سنة الرقم القياسي في تلك الرحلة الثنائية له ولهارون أن يصل للقاهرة، تحديدا ميدان رمسيس، في ساعتين فقط إلا دقيقتين، وهو ما لم يفعله رضا طيلة حياته حينما كان يعمل على خط اسكندرية القاهرة أو اسكندرية الجيزة، ذلك لأن الحوار كان كبيرا مثلما كان حال الطريق بين المدينتين والخالي من أي سيارات تقريبا، فكل 100 متر يجد سيارة أو اثنتين وكأنهما امتلك الطريق، إلى أن وصل هارون إلى قاهرة المعز. نزل من المشروع بعد أن أعطى لرضا المبلغ المتفق عليه، وما أن أمسك رضا المبلغ ووجد أن وزنه أثقل من الطبيعي، وقبل أن يعد رضا المبلغ قبض هارون على يده. دي زبطاية صغيرة لأخويا رضا، أنت وصحبتك بقى. ها، صباحك جميل. وما كانت تلك الزبطاية إلا قطعة من مخدر الحشيش، تعبيرا عن امتنان هارون لسرعة واقتدار أبو سنة على توصيله بسرعة إلى القاهرة. ولم يسير هارون بقدميه كثيرا حيث موقف الميكروباصات، ومن دون أن يسأل أحد اتجه إلى ميكروباص متجه لمنطقة الزاوية الحمراء. وباتت القاهرة أكثر ازدحاما من الإسكندرية، وكأنه القدر قد منع الراحة عن سكان القاهرة ليعملوا دون كلل أو نوم، على عكس سكان الإسكندرية الذين يسرحون في بحر من الكسل. دار به الميكروباص بين كباري كثيرة صعودا وهبوطا، وهو يرى الناس أمامه في قمة الانشغال، وأغلبهم ممسكا بتلك اللعنة المتنقلة المسمى موبايل، يتحدثون باختلاف النبرات، ولكنهم جميعا يتحدثون كثيرا، كأن من يتلقى المكالمة آت من كوكب آخر ولا يعلم أي شيء عن سكان كوكب الأرض. وصل إلى وجهته الثانية في منطقة الزاوية الحمراء، تلك المنطقة الشعبية ذات الكثافة السكانية واختلاف الأنماط والطباع والأساليب الحياتية، فكثيرا هي التكاتك، وهي الكائنات البسيطة والقوية في آن واحد في عين هارون، إذ يرى تلك الكائنات ضعيفة للغاية في مواجهة الوحوش المجاورة المتمثلة في العربات الكبيرة والسيارات الملاكي، وما يحمله بعض أصحابها من ضغائن دفينة وعنصرية عفنة تجاه هؤلاء البسطاء، سائق التوك توك، من يقتاتون قوت اليوم باليوم صباحا أو حتى مساء في أعتى الظروف وأحلك الأوقات، حتى يستطيعون اقتناص الحياة من بين براثين الظروف. وتضامنا من هارون مع هؤلاء المكافحون في الأرض، أشار إلى أحدهم من بعيد فأسرع كمن راقت له الحياة وأينعت له رياحينها. اتفضل يا باشا، هتروح فين؟ شارع طولان عند حارة موس. تعال يا باشا. وظل يسير قرابة ال10 دقائق يحملن كافة تفاصيل المغامرة والتشويق ومهارات في القيادة قد لا تتوفر في كثير ممن يمتلكون بعض السيارات الفارهة ذا الماركات اللامعة. إذا استطاع ذلك الطفل المهجن لشاب بشنب حاول مرارا وتكرارا إجباره على النمو بكثير من مرات الحلاقة، أجبرت شاربه على النمو بصعوبة، كما هو حاله أيضا. يبدو على وجهه علامات الكفاح وبعض من الكبت والقهر وابتلاع الظلم، وتلك الملامح كانت جذوره الكلام. وقد بدأ من هارون. انت اسمك ايه يا معلم؟ جاسر.
صمت هارون وابتسم ابتسامة انتصار للاسم وشخصيته واستطرد. بس انت سنك صغير على سواقة التوك توك ده، مين علمك السواقة بالشطارة دي؟ ابويا الله يرحمه كان بياخدني معاه من النجمة كل يوم نص ساعة قبل ما يطلع ياكل عيش، يمرني ازاي اسوق التوك توك ده. مرة في مرة اتعلمت، ما كنتش اعرف هو بيعلمني ليه. انا كنت شغال عند واحد ميكانيكي في المنطقة عندنا اسمه الاسطى بيكو، بس هو طلعني من الورشة وقال لي يا جاسر، ده مستقبلك. الله يرحمك يابا. الله يرحمه ويحسن اليه، هو وابويا. وانت ابوك علمك السواقة يا باشا؟ لا، انا ابويا رماني في الشارع وقال لي ده مستقبلك. بص انا هنزل عند الكشك ده، انت تؤمر يا باشا، اي خدمة. بس دول كتير يا باشا. لا مفيش حاجة كتير عليك، نهارك ابيض. ونزل من التوك توك، وكان الوقت حينها يقترب من الظهر، والجو حار للغاية على غير العادة والمتوقع. وانتقلت قدماه بسرعة إلى حيث بيت بسيط يميزه بلكونة مليئة باللون الأحمر مع بعض الرسوم البسيطة، وكأن البلكونة تحولت لحائط جرافيتي لرسام ماهر. وتقع تلك البلكونة في الدور الثالث في ذلك المنزل الشبه مهجور نوعا ما، إلا من تلك الشقة المبهجة شكلا ومضمونا. وما إن دخل إذ وجد وزة، وهو الاسم الحركي لأحد أصدقائه. فهو شخص نحيف حليق الرأس على الزيرو، ليبدو أصلع إلا من حاجبين كثيفين، يرتدي شورت فانيلا حمالات. ولكن وز لا يرى في الحياة أي أهداف، مؤمنا بحكمته الخالدة: الجنيه غلب الكرنيه، واللي ديته جنيه مطال. هذا يعتبر قدر بسيط من معتقدات وزة، وقد تربى عليها منذ أن هرب من ملجأ الأيتام. وقد اعتبروه يتيما لأنه ألقي أمام الدار مجهول النسب والأصل، وظل على حالته قليل الأصل مع كل من يعرفه أو سيكون بالتعرف عليه في القريب العاجل، ما عدا هارون. فبالرغم من صدفة تعارفهما، إلا أنه وجد في هارون صديقا صدوقا يعتمد عليه. إيه يا وزة، إيه ريحة السبرتو دي؟ إحنا في شهر مفترج، الله يلعن أبوك يا أخي. كانت جملة هارون قائلها، ولكنها جعلت من وزة طفلا خائبا بائسا بل ملابسه بتبول لا إرادي. معلش يا أخويا لا مؤاخذة، هو هو احنا في رمضان؟ بعود الأيام يا أخويا، كل سنة وأنت طيب. بقول لك إيه، أنا جاي تعبان، هدخل أنام شوية وصحيني على الفطار عشان نشوف هناكل إيه. وماله يا أخويا، بيتك ومطرحك، يا ألف مرحب، ليك وحشة يا أبو هارون. دخل هارون إلى غرفة النوم الخاصة بوزة، وما إن دخل شعر وكأنه دخل كوم زبالة حرفيا. فرائحة المكان خليط بين عطور مختلفة، ما بين عطور رجالي وحريمي مختلطة برائحة الكحول وبعض الروائح الأخرى. لم يرد هارون أن يطلق العنان لخياله لمعرفة ماهيتها أو تفاصيل فوحانها في ذلك المكان، أملا في الاستيقاظ قبل أذان المغرب حتى يسد رمق جوعه. وحاول أن ينام، ولكن بعد وقت غير معلوم استيقظ على صوت مشاجرة قوية أحد أطرافها وزة بصوته الخشن المقعر للغاية. والصوت الآخر هو صوت نسائي مميز من تلك النوعية التي تتردد كثيرا على ذلك المخور المصغر المسمى شقة وزة. لينتفض هارون إلى الصالة محور المشاجرة ليجد فتاة لا يطلق عليها سوى لفظ واحد لا يتناسب للغاية مع فضيلة الشهر الكريم، تتحدث عن سمة مبلغ من المال كان وزة قد وعدها به نظيرة ليلة قضاها معها. وكانت المشاجرة محتدمة للغاية بينهما، ولم يستطع هارون أن ينطق من فرط التعب، واكتفى بالمتابعة وإشارة لهما أن يهدأ
كل منهما، لكنه تفاجأ بوزة يجري إلى المطبخ ويحضر سكينا ليضرب تلك الفتاة ضربة واحدة قاضية وقاتلة جعلتها تنظر إليه برعب شديد قبل أن ترتمي على الأرض فاقدة للحياة. يخرب بيت أمك يا وزة، أنت عملت إيه؟ أنا هربان من مصيبة عشان ألاقي مصيبة تانية. أنا معرفش يا هارون، أنا معرفش أنا عملت كده إزاي. ما هي اللي بنت 60 كلب حسها عالي وهتلم علينا الجيران. أنا مش ناقص فضايح. قلت لها بالليل فلوسك هتبقى عندك، مش جاية معاها الكلام ده، وأنت سمعت اللي قالته. نعمل إيه بقى دلوقتي؟ كان السؤال كالمطرقة التي هوت على رأس هارون، وما كان منه إلا أن أرشده على أحد الطرق القديمة للغاية في دفن الموتى. عندك بانيو مش كده؟ أيوه. طب حطها في الحمام وأنا هنزل بسرعة وراجع تاني. وبالفعل نزل مسرعا ولم يتأخر سوى نصف ساعة. وجد حينها وزة تغيرت ملامحه إلى الأزرق الشاحب من فرط الخوف. إيه يا صاحبي، أنا قلت إنك خلعت وسبتني مع المصيبة دي. حد قالك عني إن عيل؟ شيل شيل. وما كان ما يحمله هارون سوى جركنين من المواد الكيميائية المختلفة، سكبها بالكامل على الفتاة في البانيو ورحل مغلقا الباب خلفه. ولم يسد أي حوار بين الصديقان أو أي أصوات إلا من صوت باب الشقة وهو يغلق وراء هارون.